بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. في البداية كده انا كنت عايزة اوريكم ده زيتون عجيزي، وطبعا كلنا عارفين ان الزيتون العجيزي لو انا عاملاه بتاع السنة دي مش هيلحق يتعمل، لكن الزيتون ده بتاع السنة اللي فاتت. آه قدامكم البرطمانين اللي انا عملتهم دول بالظبط بقالهم اسبوعين، هما المخلل اللي انا هعمله قدامكم دلوقتي، بس انا يعني على ما جيت ان انا امنتج الفيديو لقيت عدى اسبوع. معلش اسفة، كان عدى عليه اسبوع، فقلت اما اصوره واوريه لكم بعد اسبوع بقى شكله عامل ازاي. زي ما انتم شايفين هنا انا جبت اللفت وجبت كل الحتت اللي هي بتبقى مليانة شعر فيه كده وطينة، خليتها لتحت، والحتت الخضراء لفوق. حطيت عليه مية عادية جدا من الحنفية وسبته على جنب. جبت هنا في طبق تلات قطع من البنجر حطيتهم، وأبدأ أعاير بقى كوبايات المية، والمية لازم تكون مغلية من نجاح محلول التخليل يا جماعة. واحنا بنخلل أي مخلل لازم المية تكون مغلية. أنا في البداية حطيت 14 كوباية، هركنهم على جنب. وهنجيب دلوقتي الجزر، هنشوف احنا هنعمل ايه في الجزر. هقشره بشكل كويس جدا بالقشرة زي ما انتوا شايفين. والجزر انا عايزه اقول لكم ان انا بحب الجزره الكبيره اللي هي الطويله اللي هي ماسكه نفسها ومليانه شويه علشان تساعدني يعني في الشكل اللي انا بعمله وانا بخلل. هجيب دلوقتي هنا بقى القطاعه، وهجيب الجزرة واقسمها بالنص كده بالسكينة، وبعد كده اجيب القطاعة بتاعة المخلل اللي هي المشنشرة دي اللي بتعمل لنا شكل المخلل زي كأننا شارينه من بره بالظبط. وبعمل الجزر كله بهذا الشكل، وبعد كده بغسله وبحطه في مصفى. تابعوني لنهاية الفيديو علشان هقول لكم في نهاية الفيديو على حاجة مهمة جدا، علشان لو محلول التخليل باظ معاكي هقولك تتعاملي معاه ازاي. آه المهم انا هنا كده هخلص كل كمية الجزر، وبعد كده هنجيب اللفت الاول. الجزر كده انا خلاص خلصته اهو. هحطه في المصفى واغسله كويس جدا تحت الحنفية وهركنه على جنب. بعد كده هجيب اللفت. لا، ده انا جبت هنا الاول المية بتاعت التخليل. شلت منها القطع بتاعة البنجر لان كده خلاص انا اخدت اللون اللي انا عايزاه، وبعد كده زودت عليهم كمان 5 كوبايات. طب انا ليه ما زودتش ال5 كوبايات من الاول؟ انا بزود ال5 كوبايات دول بعد ما باخد اللون التقيل بتاع البنجر علشان اخففه، يعني اخليه يكون الدرجة خفيفة. انا مش عايزة اللون يكون تقيل يا جماعة، لان لو لون البنجر تقيل هيبقع لي في المخلل وهيخلي لونه مش كويس. بعد كده هنا اكياس ملح خشنة عادية جدا. دول دلوقتي 19 كوباية. ال19 كوباية حطيت عليهم 19 معلقة، يعني لكل كوباية معلقة. وعايزة اقول لكم ان انا زودت هنا معلقة سكر علشان تحافظ لي على القرمشة بتاعة اللفت، بس للأسف هي ما كانتش اتصورت يعني، بس حطي معلقة سكر واحدة بس. بجيب هنا دلوقتي اللفت، وبشيل كل القطع الخضراء في الأول. بشيل القطع الخضراء بحطها في طبق يكون فيه مية، علشان لو فيه أي طينة ما بين القطع الخضراء دي تنزل في المية على طول. بصفي المية بقى من على اللفت، وبعد كده أجيبه وأنضفه بالشكل اللي انتوا شايفينه. أشيل منه أي طينة وأي قطعة مش حلوة، ولكن مع المحافظة على اللون البنفسجي البربل اللي احنا شايفينه بتاع اللفت ده، لأن ده اللي هي مع المية اللفت اللي احنا جهزناها ده اللي هيدينا اللون الوردي الجميل اللي احنا شفناه في أول الفيديو. هبدأ أنضفهم زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده أمسكهم واحدة واحدة حباية حباية تحت الحنفية على الحوض، وأغسلهم كويس جدا علشان ما يبقاش فيهم أي طينة. دلوقتي غسلت برضو اللي هي العنايد الخضرا دي، وغيرت المية من عليها، وجبت كام واحدة فلفل حراق من اللي احنا هنستخدمه. ودلوقتي كل شيء أصبح جاهز معانا. دلوقتي يا جماعة اللفت انا مقطعتوش كله زي الجزر، انا بقطعه اثناء ما انا ما بخلل في البرطمان. طب ليه؟ لان انا بنقي الحبايه الصغيره
وأحطها تحت. يعني الحباية الصغيرة اللي تلاقيها جامدة ومحملة، يعني ايه محملة؟ يعني تقيلة. لو انت ضغطت عليها تلاقيها جامدة، ما تلاقيهاش طرية، هي دي الحباية اللي تعيش معاكي. ولو انت عايزة تخزني، يعني انا باجي مثلا على شهر 2 كده، اقوم اجيب بقى شوية حلوين اخزنهم يقعدوا معايا السنة كلها. عايزة اقول لكم ان والله العظيم اخر شوية خلصانين من عندي. من الليفت كان في شهر في يوم 20/8 اللي فات ده آخر حاجة خالصة من عندي. زي ما احنا شايفين كده، ببدأ ان انا احط شوية جزر، بعدهم شوية لفت، بعدهم واحدة فلفل، معهم كام حباية من الحتت الخضرا دي. وفي نهاية البرطمان اللي هو فوق على وش البرطمان كده من فوق، باجيب بقى إيه، لو عندي حباية من اللفت، حباية كبيرة أخليها على وش البرطمان أهي، دي حباية كبيرة أهي، باقسمها بالنص كده زي ما احنا شايفين 4/4، وببدأ إن أنا أقطعها واخليها على وش البرطمان علشان أول ما استخدمها هي، لأن دي مش هتعيش معايا كتير. لو هي كبيرة، لو أنا عموما جايباها كله حجم مناسب، بس لو هي الحباية كبيرة وطرية هتلاقيها تشرب مية ومش هتقعد معاكي ومش هتبقى حلوة، هتلاقيها دايبة كده مش حلوة. هنا أنا كنت خلصت أول برطمان، جبت تاني برطمان كنت بوريكم من. بصوا أنا شغالة كل ده والله وأنا واقفة، ما بياخدش معايا أي وقت نهائي. بعد ما خلصت البرطمانين كده أصبحوا جاهزين معايا، أجيب مية التخليل اللي أنا جهزتها، وببدأ إن أنا أحطها على أغطي بيها البرطمان كله. بس لازم المية تكون باردة، لو المية لسه دافية معاكي سيبيها وروحي اقعدي لغاية ما تبرد معاكي تماما تماما، وبعد كده تبدأي ان انت تحطيها. النقطة المهمة بقى اللي انا عايزة اقولها لك، هنفترض مثلا ان انت بعد اسبوعين او بعد 3 اسابيع فتحتي عليه، حسيتي ان هو مالح معاكي، بكل بساطة خالص هتغلي كوباية مية وتسيبيها تبرد، وبعد كده تقومي مفضية شوية مية من البرطمان، وتقومي تحطي كوباية المية دي بدون أي ملح، وترجي البرطمان يمين وشمال، هيطلع معاكي زي الفل. لو حسيت ان هو مالح، بس ان شاء الله بالطريقة اللي انا قلتلك عليها دي كل شيء هيطلع معاكي تمام. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تدعميني.